بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك السمندل لما فاتحه الأمير صالح في أمر بنته وطلب يدها لابن أخته، عندئذ أبرق الملك السمندل وأرعد وتهدد وتوعد، ونادى على جميع أعوانه وأمرهم بالقبض على الأمير وقطع لسانه. وفي هذه اللحظة باغتهم جيش عجاج كأنه فوق الأمواج أمواج، فقتلوا الحراس وقبضوا على الأعوان، ووقع الملك السمندل في ذل الأسر والهوان. وكان الملك بدر ينتظر خاله خارج القصر، فأخبروه أنها جيوش جدته وأنها جاءت لنجدته، وعلم أن الأميرة هربت قبل أن تقع أسيرة، فترك المعركة كما ترك المملكة، وأسرع وراء الفتاة يقوده هواه في مسارب المياه حتى انتهى إلى أصل جزيرة خضراء كأنها غابة شجراء، فشق الماء وصعد إليها وجعل يجوس خلالها ويتفرج عليها. وأغرتها يا مولاتي. ده اللي نبني من دنياتي يا خالتي مسعودة. أنا مش عارفة ليه مولاي الملك كان بيعمل كده. أبويا ليه بس كان بيعمل كده؟ قدر. يجيلك الملك من دول قد الدنيا. ظل 3 أيام لم يذق خلالها شيئا من الطعام، فأشفق السلطان عليه وأمر به فحملوه إليه. مولاي